من ملاحظات الوحدة الأولى عندنا في النطق والإملاء لثالثة ثانوي. في فرق عندي ما بين كلمة عمر وكلمة عمرو. إيه الفرق هنا ما بين كلمة عمر كده وكلمة عمرو؟ قال لي مفيش فرق بين الاثنين، ده لو الراجل ما شكلش، يعني الكلام ما تشكلش. هتفرق ما بينهم ازاي يا أستاذ؟ قال لي إحنا هنزود في كلمة عمرو واو. الواو اللي هتتكتب ده يا شباب قال لي اسمها الواو الفارقة. الواو الفارقة علشان تفرق ما بين كلمة عمر وما بين كلمة عمرو. بس أنا ما بنطقش الواو بتاعت عمرو، يعني أنا ما بناديش على حد وأقول له يا عمرو، مش حاجة اسمها يا عمرو، وهو عمرو بس. بس استنى، أنا عندي ملاحظة مهمة أوي. متى تحذف؟ سؤال مهم أوي أوي، لو قابلك في امتحان ثانوية عامة هيبهدلك بجد، ركز فيه. متى تحذف؟ قال لي متى تحذف واو عمرو. متى تحذف الواو دي يا أستاذ؟ قال لي تحذف في حالة واحدة، في حالة النصب. يعني ايه في حالة النصب؟ اديني مثال. حاضر هدي لك مثال يا أستاذ. لو أنا كتبت لك كده شاهدت مين يا أستاذ؟ قلت لك شاهدت عمرو اليوم. أستاذ ممكن حضرتك بعد إذن حضرتك تعرب؟ لا أنا مش هعرب عشان أنا عندي غلطة قبل ما أعرب. إيه الغلطة؟ شاهد فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل. اعرف إن ده فعل والتاء دي ضمير مبني في محل رفع فاعل، يعني الجملة دي مكونة من فعل وفاعل. حضرتك شاهدت مين؟ قال لي شاهدت عمرو. يبقى عمرو ده مفعول به منصوب. انت خدت بالك انا قلت كلمة ايه؟ منصوب. يعني ايه منصوب يا استاذ؟ يعني دي حالة النصب اللي انت قلت عليها. واضح ان انت ما خدتش بالك من عنوان. متى تحذف واو عمرو؟ الإجابة في حالة النصب. طب هنا جت منصوبة ولا مش منصوبة؟ منصوبة، يبقى الجملة دي كده غلط. امال الصح ايه؟ ان انا احذف الواو واحط مكانها التنوين، اقول شاهدت اليوم عمرا. استاذ دي كده عمرا، لو عهد الله مش عمرا خالص، دي كده عمرا. عمر، كلمة عمر دي لا تنون. طب دي منونة ولا مش منونة؟ منونة، معنى كده ان دي كلمة ايه؟ عمرو. طب فين الواو؟ انا حذفت الواو، لسه قايل لك حالا انها تحذف في حالة النصب. دي منصوبة فعلشان كده الواو اتحذفت. طب معلش كمان مثال. اوكي، لو انا قلت لك رأيت مين يا استاذ؟ قال لي رأيت عمرو هذا المساء. استاذ بعد اذن حضرتك وضح لي الكلام اللي انت بتقوله. رأى فعل ماضي مبني على السكون، ده فعل. طب والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، يبقى دي فعل. وطلاب ثالثه ثانوي عارفين ان التاء دي تاء فاعل، يبقى فعل وفاعل. حضرتك رأيت مين؟ انا محتاج مفعول به. عمر، لا مش عمر، دي عمرو. حضرتك رأيت مين؟ رأيت عمرو، يبقى عمرو مفعول به ماله يا أستاذ؟ منصوب. يبقى دي حالة النصب، يبقى الجملة دي مكتوبة غلط. يبقى أنا لازم أحذف الواو وأحط مكانها التنوين يا أستاذ. فبقول لك رأيت عمرا، صح كده الكلام. طب تعالى لي يا أستاذ في حالة النصب بس ملاحظة ملحوظة عشان حضرتك ما تتوهش معايا. ملحوظة مهمة. إيه الملحوظة دي يا أستاذ؟ ترد، اسمع، ترد واو عمرو في حالة النصب. امتى يا أستاذ؟ إذا وصفت. خلي بالك من كلمة وصفت بكلمة ابن، يعني لو جه بعدها كلمة ابن وكانت في حالة النصب حضرتك لازم ترجع الواو تاني. طب حاضر، اكتب لي كده من عناية يا أستاذ. قلت لك نفس المثال، شاهدت، نفس المثال أرجوك ما تتلبخش معايا. شاهدت مين؟ قال لي شاهدت عمرا، زي ما أنا كاتب كده يا أستاذ، ابن العاص. قال لي المثال ده غلط في الامتحان. غلط ليه؟ أقول لك غلط ليه يا أستاذ. ماشي. شاهد فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل، يبقى فعل وفاعل. دي جملة فعلية، فعل وفاعل محتاج مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وانت طالب شاطر وفاكر ان انا هحذف الواو في حالة الايه؟ النصب. بس نسيت الملحوظة، ترد، يعني انا هرجع واو عمرو في حالة النصب امتى؟ اذا وصفت بكلمة ابن، يعني كلمة ابن دي جاءت نعت يعني صفة. طب جاءت نعت يبقى انا لازم احذف الالف دي واحط مكانها الايه؟ الواو. يقوم طالب قايل لي استاذ معلش الجملة كده صح بس انت نسيت حاجة، نسيت تكتب الالف. اقول له لا ما نسيتش،
كلمة ابن وقعت بين علمين، الثاني أبا للأول بحذفها. جاءت صفة، جاءت نعت، جاءت نعت يا ابني. طب ركز في المثال ده، ركز في المثال ده بجد، أنا مش جاي أهزر. طب شغل دماغك معايا. إن حرف ناقص ناسخ مبني على الفتح. إن عمرو ابن العاص، إن ابن العاص داهية العرب، داهية العربي. أستاذ لا وضح لي بعد إذن حضرتك، هو إيه اللي أنت كاتبه لي على السبورة ده؟ امتحانات ثانوية عامة. تعال نفكر في الامتحانات دي يا أستاذ من عينيا. النمرتين دول سهلين، مثال صح ومثال غلط. تبقى شاطر جدع لو أنت، أو طالب ممتاز لو أنت عرفت تفرق، نقول المثال الصح ونقول المثال الغلط. تعال نقرأ. قال لي إن حرف ناقص ناسخ. اسم إن دايما بيكون منصوب، يبقى هنا يا أستاذ كلمة عمرو في حالة النصب بحذف الواو وحط التنوين. أستاذ بس موصوفة بكلمة ابن، لا مش موصوفة بكلمة ابن هنا، لأن كلمة ابن هنا يا أستاذ خبر إن، والعاص مضاف إليه. كلمة ابن مش نعت، اطلع لفوق. كلمة ابن كانت نعت، لكن تحت كلمة ابن خبر إن. طب تعالى خلاص المثال اللي فوق ده كده صح، بس أنا مش فاهم. هتفهم من المثال اللي تحت. إن حرف ناقص ناسخ. عمرو ده اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. إن عمرو بن العاص الخبر فين؟ ماله؟ قال لي داهية. داهية دي خبر إيه؟ دي خبر إن. أمال في كلمة جت في النص هنا، قال لي المرة دي هقول عليها نعت عشان في خبر. هنا مفيش خبر، فأنا قلت على ابن هي اللي خبر. تحت خبر إن داهية. طب هنا دي تعرب إيه؟ تعرب نعت. يبقى تعالى طبق القاعدة اللي أنا لسه قايلها لك. تحذف واو عمرو في حالة الإيه؟ في حالة النصب. احذفها لي. حذفتها، بس استنى احنا هنرجعها تاني. لو جه بعد منها كلمة ابن وكلمة ابن اتعربت نعت، كلمة ابن اتعربت نعت، يبقى احنا لازم نرجع الواو تاني كده. المثال ده بقى صح. معلش انا عارف ان ثالثه ثانوي الامر مش سهل فيها، وعارف ان الاسئله مش سهله، والا كان زمان كله قفل في العربي. لكن ثالثه ثانوي ومن اهم الوحدات فيها الوحده الاولى. ركز، وباذن الله كل حاجه صعبه هنشرحها لك بالتفصيل. باي باي.